في أخبارنا العاجلة أوامر رئاسية بمنع استيراد هذه المواد إلى الجزائر، ولكن ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بمنع استيراد الرخام الجاهز والسماح فقط باستيراد الرخام الخام إلى غاية آخر جويلية، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة. ويأتي خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات، كما أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهمتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق.